ده ال 4060 تي اي وده برضه ال 4060 تي اي، نسختين ولا واحده منهم بسعر الام اس ار بي. فطبعا كل حاجه عنهم من حيث الاداء هيكون ميعادها النهارده او دلوقتي. الحلقه متصوره من اول الاسبوع ده، فطبعا رايي اللي بتسمعه مني دلوقتي هو رايي الشخصي ووجهه نظري المتواضعه في الكارتين دول. النسخ دي هي النسخ الاحترافيه من جيجا بايت او اورس لكروت ال 4060 تي اي، واللي سعرها بيكون اعلى من سعر الام اس ار بي اللي بيبدا من $399. شريحه ال 4060 تي اي هي الاي دي 106، بتيجي بعدد 4352 نواه كودا كور و123 تنسور كور و34 ار تي كور، بدقه تصنيع 4 نانومتر، بدعم لكل مميزات الجيل الجديد من الار تي اكس 4000 بما فيهم الدي ال اس اس 3 عصب الجيل الجديد والاي في 1 انكودر لو انت ناوي تستريم على اليوتيوب. متاح من ال 4060 تي اي نسختين، الفرق بينهم هو حجم الرام، نسخه 8 جيجا ودي اللي معانا النهارده، والثانيه ال 16 جيجا. واحد من الاسباب ان في نسختين هو ان بعض الالعاب مؤخرا حتى لو على ريزولوشن زي ال 1080 بي مش ديماندنج قوي لرامات الكارت، بيتطلب كروت شاشه راماتها اكبر من 8 جيجا، ده لو هتشد ميتر الاعدادات على اعلى حاجه. فانت في حاله النوع ده من الالعاب مضطر انك تنزل في الاعدادات شويه، وفيما بعد هنعمل تجربه كده لو انت فعلا محتاج ترفع الاعدادات للاخر ولا لا. احنا هنختص النهارده الكلام على النسخه ال 4060 تي اي ال 8 جيجا، ودي سعرها زي ما قلت هيبدا من $399. النسخه 16 جيجا هيكون لينا كلام عليها بعدين بس في شهر 7، ودي سعرها هيبدا من $499. ال 4060 تي اي في نسخته ال 8 جيجا بديل ال 3060 تي اي اللي بيجي بنفس حجم الرامات ونفس النوع اللي هيكون هنا GDDR6. ال 3060 تي اي يعتبر واحد من انجح كروت انفيديا من الجيل اللي فات، ويعتبر واحد من اكتر الكروت اقتناء في التجميعات. سعره واداؤه بيخليه تارجت عدد كبير جدا من التجميعات والابجريدز، حلقه الوصل بين الميد رينج وبدايه الهاي اند. عشان كده بتوقع ان ال 4060 تي اي هيكون هدف المعظم من الناس في التجميعات، خصوصا لو انت من الناس اللي كانت عاوزه تقتني ال 3060 تي اي واجلت لحد ما تشوف كروت الجيل الجديد، بالاخص في الوقت اللي اتحسنت فيه اسعار كروت الشاشه من الجيل اللي فات، وان الاعلان عن الجيل الجديد كان بعد 3 شهور بالظبط. فكان من الاحسن ليه انه يستنى عشان لو هو ناوي يشتري حاجه بنفس السعر تكون بتديه اداء احسن واضعف الايمان تكون احدث. سعر ال 3060 تي اي كان بيبدا من $399 اللي هو نفس سعر ال 4060 تي اي بالظبط، ودي حاجه كويسه جدا لان كل كروت الجيل الجديد اللي تم اطلاقها حتى الان ابرز الانتقادات اللي اتوجهت لها ان سعرها مبالغ فيه على جاب الاداء اللي بتقدمها قصاد الار تي اكس 3000 ما عدا ال 4090. انما هنا ال 4060 تي اي في كل الاحوال بيقدم اداء احسن من ال 3060 تي اي على دقه عرض 1080 بي وحتى ال 1440 بي، وشايف انه على ال 1440 بي اختيار كويس جدا سعرا واداء. والصراحه مش عارف ليه لحد دلوقتي انفيديا بتماركت للكارت ده على انه افضل اختيار على ال 1080 بي للالعاب التريبل اي والاي سبورتس، مع اني شايف يعني ان لو كان التارجت بتاعه 1440 بي كان هيكون احسن وقتها او كان هيكون اظرف على الناس. وده مش كلام ماركتنج قد ما هو كلام فعلا على ارض الواقع بناء على التجربه. يعني معظم العاب التريبل اي الكارت معدي 60 فريم، وال60 فريم دول في العاب التريبل اي رقم كبير جدا على اعلى اعدادات ليهم، وفي العاب تخطط الرقم ده بشكل كبير، ودي مش العاب اي سبورتس، لا دي كانت العاب تريبل اي. انما العاب الاي سبورتس طبعا كالعاده بتحط ارقام اعلى بكتير، وده يخلي الكارت اختيار مناسب جدا للناس اللي عاوزه تعمل جهاز العاب اي سبورتس وفي نفس الوقت يكون كوست افكتيف، لان كده النوع ده من الالعاب ما بيفرقش معاه ان كانت الالعاب على هاي ولا ميديوم سيتنجز. في العاب لو اشتغلت على لو بتكون بالنسبه للناس اللي غاويه الالعاب التنافسيه احسن لهم بكتير، فهنا بيدور على فريمات اكتر من جرافيكس. خلي بالك ان فروق الاداء على طول الخط موجوده لصالح ال 4060 تي اي، بس النسب بتكون مختلفه بالاخص على ال 1080 بي، ويمكن على ال 1440 بي الفروق بتبان اكتر، وهنا يبان اختناق الكارت مع البروسيسور. تخيل ده كارت ميد رينج بجربه على ال 12700 الاي 7، وده بروسيسور مش قليل خالص. في ال 1440 بي لما تدخل البروسيسور بيبدا يقل بنشوف جاب اكبر في اداء الالعاب ما بين ال 3060 تي اي وال 4060 تي اي، بتبدا من 11% ل 42% كاقصى نسبه في واحد من الالعاب. فمع ثبات سعر ال 4060 تي اي قصاد ال 3060 تي اي في زياده في الاداء هتاخدها على ال 1080 بي تقدر ب 17%، وزياده في الاداء على ال 1440 بي توصل ل 23% كمتوسط بين كل الالعاب. لو خدت بالك انا حاطط ال 3070 تي اي
من ضمن نتائج الاداء، وكنت عاوز احط ال 4070 كمان بما ان ال 3060 تي اي ما كانش فارق كتير عن ال 3070 في الجيل اللي فات. عاوز اقول لك ان في ناس كانت بتفضل تجيب ال 3060 تي اي وبفرق السعر ترفع في باقي مكونات التجميعه. كنت متخيل ان ال 4060 تي اي هيكون بنفس اداء ال 3070 تي اي، ووقتها هيكون عندنا نفس سيناريو الجيل اللي فات، او خلينا نقول حاجه قريبه منه. ولكن للاسف لو انت عاوز تجيب رينج اداء ال 3070 تي اي بالمعماريه الجديده محتاج تشتري 4070، لان فرق الاداء ما بين ال 3070 تي اي وال 4060 تي اي كان لصالح ال 3070 تي اي بمتوسط 5% على ال 1080 بي و11% على ال 1440 بي. الكارت لسه بيأدي، ويمكن اللي ساعد ال 3070 تي اي هو عدد انويه الكودا كورز الاكتر اللي بيوصل فرقها عن ال 4060 تي اي ل 41%، بالاضافه لنوع الرامات المستخدم GDDR6X وسرعه الرامات او الباندويتس، وحاجه تانية اسمها الميموري باص. وخليني اشرح لك الموضوع ده، لان في لعبه ليك كامل الحق تتقبلها وليك كامل الحق ما تتقبلهاش. انفيديا عشان تحافظ على سعر ال 4060 تي اي قصاد ال 3060 تي اي خلت الرامات بنفس المساحه ونفس النوع، وصغرت حاجه اسمها الميموري باص. الميموري باص ده بسهوله شديده جدا هي الممرات اللي بتمشي فيها الداتا، وبالعربي هو عرض النطاق الترددي، وبيتقاس بوحده البت. كل ما كبرت قيمه الميموري باص كل ما كان احسن، لان ده بيسمح بمرور داتا اكبر. السي بي يو بيشتغل بطريقه او بيتعامل مع الداتا تحت مسمى الكونكرنت كومبيوتنج، وده معناه انه ما يقدرش يخش على الامر اللي بعد كده الا لما يعمل اكسكيوت للامر الاولاني، على عكس الجي بي يو اللي بيشتغل بنظام الباراليل كومبيوتنج اللي هو بيتعامل مع كم كبير جدا من الداتا في وقت واحد. الجي بي يو قبل الانويه على طول في مستويات كاش من المستوى الاول والثاني المسؤولين عن التواصل مع رامات الكارت. الكاش هنا في ال 4060 تي اي مساحته 32 ميجا، وده اول مستوى بياخد البيانات من رامات الكارت بعد رامات الجهاز. فعلى حسب كلام انفيديا ان حجم الكاش لو كبر ده هيسمح بترافيك اقل حتى لو حجم الميموري باص اقل، فبالتالي مش هيخلي فيه الحاجه لرامات مساحتها اكبر او نوعها اسرع وميموري باص اكبر، بالتالي هيلعب في سعر الكارت لاعلى. موضوع الكاش ده ما بيفكركش بحاجه؟ فكر كده ال 3 دي فيرتيكال كاش بتاع اي ام دي في عيله الرايزن 7000 والرايزن 5000، بلاش دي الانفينيتي كاش بتاع الار اكس 6000 والار اكس 7000، نفس الفكره بالظبط، حجم كاش اكبر، تعامل اسرع مع البيانات، بالتالي اداء احسن. قاعده عامه انفيديا بتقول انها عملت كارتين 4060 تي اي، واحد بكاش من المستوى الثاني حجمه 32 ميجا والثاني حجم الكاش فيه 2 ميجا، طبعا اللي طلع لنا هو ال 32 ميجا، وبيقولوا ان على الورق سرعته 288 جيجا بايت ولكن الاداء بيوازي 554 جيجا بايت، ده سرعه النقل في الثانيه الواحده. هو بعيدا طبعا عن الارقام دي مش هتكون واضحه بالنسبه لنا لان ما عندناش نسخه بحجم كاش اقل، بس فروق الاداء موجوده ما بين ال 4060 تي اي وال 3060 تي اي. ال 3060 تي اي بيجي بسرعه على الورق اعلى وميموري باص اكبر بس كاش اقل، وكمان انويه اكتر بس مش احدث. وبان اكتر بقى فرق الاداء مع الري تريسنج والدي ال اس اس سواء بالتقنيات القديمه او الجديده، اللي الاداء فيها قصاد ال 3060 تي اي وصل ل 44% على ال 1440 بي و34% على ال 1080 بي كمتوسط بين كل الالعاب. وتقدر تشوف ده في الفرق بين ال 4060 تي اي وال 3070 تي اي اللي وصل لمتوسط 6% على ال 1080 بي و11% على ال 1440 بي. والسبب مش الالعاب اللي بتعتمد على التقنيات القديمه، كده كده ال 3070 تي اي احسن، ولكن على الالعاب اللي بتدعم الري تريسنج ومحتاجه اداء الري تريسنج الجديد والدي ال اس اس. انا عارف انك ممكن تكون غير مقتنع بالدي ال اس اس والري تريسنج، بس صناعه الالعاب وتوجه الشركات نفسها ما بقاش ضد الفكره دي. في مودرز دلوقتي بيعدلوا على الالعاب القديمه زي ويتشر 3 مثلا عشان يضيفوا حاجه زي الري تريسنج او الدي ال اس اس عشان الفروق اللي بتقدمها سواء في الفيجوالز او في عدد الفريمات، فما ينفعش ان احنا نهملها على طول. واحده من الحاجات اللي عجبتني في ال 4060 تي اي هو استهلاك الطاقه. نسخه زي الاليت من اورس او جيجا بايت، وهي نسخه مكسوره السرعه بالمناسبه وتعتبر من اعلى النسخ اللي موجوده، كل اللي استهلكته من الطاقه كان 160 واط. ونسخه زي الايجل مثلا اللي هي اقل فئه سعريه وصل استهلاك الطاقه فيها ل 153 واط، ودي برضو نسخه مكسوره السرعه، يعني اقل باور كويس للسيستم هيكون 500 ل 550 واط وشكرا على كده. وبالمناسبه الارقام دي اقل من ال 3060 تي اي اللي هنا هيكون اقل في الاداء، كان بيسحب 200 واط.
انت هنا مش محتاج تقلق من نقطه ال 16 بن، لان كل كروت ال 4060 تي اي بتيجي بواحد 8 بن. نسخه زي الاليت تبريدها كان ممتاز جدا، اقصى درجه حراره وصل لها الجي بي يو كانت 55 درجه، في حين ان الهوت سبوت 65 درجه، والمراوح كان اخرها 1400 لفه. والحقيقه ده المنتظر من اعلى نسخه من كروت اورس لل 4060 تي اي، يعني ما تتوقعش اقل من كده، لان الكارت ولا كانه كان شغال اصلا. شكل الكارت وحجمه مناسبين جدا لمعظم الكيسات اللي موجوده حاليا، يعني ما فيش برضو قلق من نقطه الحجم بتاعت كروت الار تي اكس 4000، على العكس النسخه الايجل هي نسخه اقتصاديه في شكلها والخامات المستخدمه وحتى حجمها. يعني الاعتماد هنا كله على البلاستيك حتى في الباك بليت، على عكس الاليت الباك بليت من المعدن. بس وزن الاليت وحجمه محتاج حاجه تمسكه، على عكس الايجل مش محتاج حاجه اكتر من كده. حتى المراوح المستخدمه هي الشكل القديم بتاع تبريد جيجا بايت، ده ما اثرش في حاجه في درجه الحراره، لان الجي بي يو في النسخه دي اقصى حاجه وصل لها كانت 66 درجه، في حين ان الهوت سبوت كانت 80 درجه. يمكن درجه حراره الهوت سبوت تقلقك شويه، بس المراوح ما كانتش على اكتر من 1700 لفه في الدقيقه، ففي روم لو درجه الحراره عليت ان المراوح تدور بشكل اسرع، تدفق اكتر، يعني درجه حراره اقل. في النهايه النسخ المختلفه من الكروت بتبقى على حسب ميزانيتك، بس نصيحتي دايما انك لو هتجيب كارت شاشه استثمر في التبريد على قد ما تقدر. السؤال بقى، هل اشتري ال 4060 تي اي؟ لو انت من الناس اللي ما اشتريتش ال 3060 تي اي ولا زلت على ال 1060 او ال 2060 او ال 2060 سوبر قبل هوجه التعدين والسكاليبرز، انا شايف ان ال 4060 تي اي صفقه ابجريد كويسه جدا. ده لو انت معاك كارت من الكروت القديمه، لانه اعلى من ال 3060 تي اي، فبالتالي اعلى من ال 2080 تي اي، اقل في استهلاك الطاقه ونفس السعر واحدث، يعني دعم افضل واطول. نقطه الرامات في ال 4060 تي اي هي اكبر مشكله بالنسبه لك وبالنسبه لعدد كتير جدا من الناس، بس لو انت قادر تدفع ال 100 دولار الزياده دولت هتاخد نسخه 16 جيجا، وده طبعا هيرجع للعبه اللي انت بتلعبها. بس قبل ما ترمي اتهام على انفيديا بتضحك علينا او بتسرقنا او الكلام ده كله، حاول تخليك حيادي شويه. في الاول وفي الاخر لا انا ولا انت عندنا اسهم في شركه انفيديا ولا هيدونا كروت ببلاش، بس بص كده على سوق الهاردوير او سوق التجميعات، مفيش منافس ليهم، مفيش قدامك حل الا هم، او انك تقاطع وتستنى ربنا يفرجها على انتل وعلى اي ام دي ينزلوا كروت تنافس انفيديا على جميع الاصعده. يمكن اي ام دي ناويه انها تنزل في خلال الايام اللي جايه الار اكس 7600 الجديد، بس تفتكر اي ام دي نصيره الغلابه هتنزل الكارت ده برامات اكبر مثلا من 8 جيجا؟ الحقيقه لا. على حسب التسريبات المنتشره وقت تصوير الحلقه دي الار اكس 7600 هيكون كمان برامات 8 جيجا من نفس النوع ونفس الميموري باص ونفس السرعه تقريبا ال 288 جيجا بايت في الثانيه الواحده، ويمكن يكون ارخص، ده على حسب التسريبات. يمكن دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تلعب عليها اي ام دي، انها تعمل كارت زي الار تي اكس 4060 تي اي لكن اقل سعرا، اقل في اداء الدي ال اس اس او الاي اي والري تريسنج، وطبعا اقل في تعدديه المهام. كان ارخص اي ام دي ما قدمتش او هتقدم المختلف قوي، يعني محدش شريف ومحدش هيرفع من كوست تصنيع الكارت ويديهولك بسعر اقل عشان يرضيك. افتكر ان دي كلها شركات راس ماليه وبتقدم سلعه الكل بيطلبها، وطول ما مفيش منافس او بديل لشركه يبقى الوضع كما هو عليه. كالعاده مفيش منتج سيء وانما اسعار سيئه، وانا شايف ان ال 4060 تي اي هو حتى الان بعيدا عن نقطه الرامات اللي ممكن تكون نسبيه من لعبه للتانيه، هو احسن تسعير انفيديا عملته لحد دلوقتي. ده لو شايف ان ال 400 دولار من ايام ال 2060 سوبر من الاساس سعر كويس للميد رينج. غير كده ما قدامناش الا اننا نستنى لحد ما نشوف ال 4060 تي اي ال 16 جيجا هيفرق في حاجه ولا لا، هل هيستاهل ال 100 دولار الزياده ولا لا، او تعمل سبسكرايب عشان الحلقه اللي جايه ونفعل بقى جرس الاشعارات، لان معظم الناس بقت تيجي من الريكومنديشن بتاع يوتيوب مش من الاشعارات. انا عارف ان الحاله على الحديده، بس يعني يا سيدي اهو بنتفرج عشان يمكن نشتري انا وانت لبكره ولا حاجه. لايك طبعا لو الحلقه عجبتك، رايك تحت في التعليقات، ولحد الحلقه اللي جايه سلام.